مساء الخير عليكم. معاكم نور صبحي، تي في بريزنتر مونتريال. طبعا في الفترة الأخيرة كلنا كمصريين واجهنا صعوبات كبيرة جدا، وخاصة للحصول على الفيزا أو شهادة جنسية تثبت إن إحنا مصريين عشان نقدر نسافر بلدنا الأم مصر. ومعاكم من الجزء الثالث من موضوع الفيزا للمصريين، ونرحب بضيوف حلقتنا رئيس الجمعية الكندية رابطة رجال الأعمال المصريين مستر عادل بولس. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا هلا. ونرحب أيضا بمستشار الهجرة مستر عماد ميساك. أهلا بيك مستر عماد. أهلا بيك، مساء الخيرات. أول حاجة قبل ما نبدأ الأسئلة، طبعا مستر عادل قام في الفترة الأخيرة بمجهودات للحصول على حل، وآخر شيء توصل ليه هي الوثيقة. ومن قبلها حضرتك مستر عماد قمت بنفس الفكرة وقدمت وثيقة لإلغاء هذا القرار الصعب. أول حاجة، أول سؤال، عاوزين نعرف من الآخر كده، يعني مستر عادل، هل القرار في إيد السفارة أو القنصلية في كندا؟ لا، هو التشينج اللي حصل للفيزا ده جه من وزارة الخارجية في مصر، وكان طبعا السفارة والقنصلية هنا أي حاجة بتجيلهم من وزارة الخارجية لازم يعملوا لها ابلكيشن. يعني فهم السفارة والقنصلية ما لهمش دعوة في اتخاذ القرار ده أبدا، بس هم دي أبلايد. طيب مستر عماد، هل تعتقد إن موضوع الفيزا للمصريين ممكن يتلغي؟ أعتقد جدا إنه ممكن يتلغي لو قدرنا نجمع عدد كبير من الجالية المصرية اللي موجودة في كندا، ونوجه هذا الأمر لجهات الاختصاص في دولتنا المصرية. أعتقد بنسبة كبيرة جدا هيستجيبوا لهذا الطلب، على الأقل بالنسبة للمصريين على الأقل. طيب ما حضرتك مستر عماد قمت بنفس الفكرة قبل كده وقدمت الوثيقة، هل حققت نتيجة؟ الوثيقة اللي أنا قدمتها وكان موقع عليها تقريبا حوالي 3000 وشوية، أو مش متذكر رقم كام وصل لكام في الآخر. أنا يعني سلمتها بإيدي لسعادة السفير، وسعادة السفير وعد إن هو يوصلها لسيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري وتاخد إجراءاتها. لكن أعتقد ما جابتش الأثر المرجو منها بسبب قلة عدد المشاركين. لما يبقى الجالية فيها 300 400 ألف واللي طبعا. يشارك 3 4000، يبقى احنا ناس ما عندناش مشكلة، لا ده نمثل رقم حقيقي. ده ببساطة يعني. حقيقي. طيب مستر عادل، ايه فايدة البيتيشن ان احنا نعملها مرة تانية وان احنا نجمع توقيعات مرة اخرى يعني؟ آه، للسبب ان برضو الامور مش كويسه بالنسبه لنا، بالنسبه للمصريين في قلق في السفر. بالنسبه للكنديين طبعا لازم يبعتوا الباسبورات بتاعتهم القنصليه، واللي احنا شايفينه في السفاره والقنصليه، خصوصا في قنصليه مونتريال، ان في ضغط جامد جدا، والابوينتمنتس بتتاخر لشهر. فلازم ان احنا نكمل ونشوف نلاقي حل للموضوع ده وده كان آخر حاجة وصلنا لها الصراحة يعني. طيب حضرتك يا مستر عادل وجهت البيتيشن على طول لرئيس الجمهورية؟ أيوة. آه، لأن احنا مفيش يعني تأكد أوي من الإجراءات دي جت من فين بالظبط، من أي وزارة. ف الجروب اللي هو مش أنا بس اللي عامل طبعا البيتيشن دي، في جروب من رؤساء الهيئات المصرية في كندا والمسؤولين على السوشيال ميديا والميديا المصري. كل دول جروب تقريبا بتاع 52 شخص في الجروب ده، هو ليدرز. واتفقنا ان احسن حاجة في الحالة دهيت ان فعلا نقدم الالتماس دهوت لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بس من يعني خلال طبعا السفير أحمد حافظ في أوتاوا. والسفير أحمد حافظ على علم بلغناه إن هيكون في التماس، وبلغنا سعادة القنصل العام برضو محمد فخري. طيب مستر عماد، لو لم يتم الاستجابة لطلبنا مرة تانية وتجاهله، يعني هنعمل ايه؟ الاستجابة لازم تكون على قدر المشاركة. ده حقيقي. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لما يجي 3000 في جالية 300 400 ألف، يبقى احنا كده ما عندناش مشكلة. مهم. لكن لما يوقع على البيتيشن 100 ألف من المهاجرين المصريين من أصول مصرية، أكيد. بكل تأكيد هيتم الانتباه ليها والالتفات ليها.
سواء من طيب الخارجية المصرية أو وزارة الهجرة أو رئاسة الجمهورية أكيد بشكل شخصي طبعا. أكيد. طب لكن اتفضل اتفضل يا اتفضل. فندم، اتفضل. نو نو نو، يا حضرتك تنصح المتابعين للحلقة يعملوا إيه بالظبط؟ لأن في ناس كتير جدا بكل على فكرة، نعم يا فندم. عفوا يعني ان انا to say that في ناس بتضحك وناس بتتريق وناس بيقولوا مش هيعمل حاجة، يعني ناس disappointed جدا. الناس disappointed فعلا، لأن القصة دلوقتي عدى عليها تقريبا 19 شهور ولم يتم عمل أي شيء. والناس بترمي اللوم على السفارة وعلى القنصلية، متصورين إن هم أصحاب القرار، وده مش حقيقة. لكن الفكرة كلها إن إحنا علينا كأشخاص بنحب بلدنا كلنا، وبنحب بندور على راحتنا كجالية، إن إحنا كلنا نشترك. اللي يا بيجي بيهزر في الموضوع، اللي بيجي يتريق عليه، مش في كل مجتمع في كده، في كل مهم. مجتمع في كده. لكن بشكل عام لازم نقود الرأي بالنسبة للجالية المصرية في كندا. حط اسمك، حط صوتك، احنا عايزين نجيب 100,000 صوت علشان نقدر نقدم بيتيشن قوي we للدولة have بتاعتنا to we have وسلطات to الاختصاص. نعم. yeah we need it actually. طيب مستر عادل، هل تعتقد في أي بوادر لحل المشكلة من خلال تواصلك مع المسؤولين؟ يعني الموضوع ده تم طبعا خلال الشهور اللي فاتت دهيت. لكن الواضح ان هو قرار سياسي. آه، وال واللي احنا عارفين ان هو التعامل بالمثل ما بين كندا ومصر. فاحنا طبعا احنا بنحترم دهوت لكن احنا برضو بنبص على ان لازم يكون في حل في الاخر، لان السفاره والقنصليه هنا بيعملوا اكثر جهدهم ان هم، وسعاده السفير احمد حافظ عمل جهد كبير يساعد المصريين ان احنا خلال اللي حصل دهوت. لكن الديماند جامد جدا، yeah. وده طبعا بيعمل تاخير في كل الاجراءات التانيه في السفاره والقنصليه. طيب من الآخر مستر عماد، الناس عاوزة تطمن، تقول لهم ايه؟ الناس عايزة تطمن وكلنا منزعجين. أنا شخصيا كنت عايز أبعت أولادي على مصر في الصيف، ما عرفتش. مم. أمور كتيرة معقدة. زوجتي غير مصرية، فرغم إنها تعتبر زوجة مواطن، ليها معاملة خاصة برضو. الأمر ما كانش سهل. يعني yeah. زي كل الناس، زي حضرتك وزي مستر عادل والكل، كلنا علينا ان احنا نمارس الضغط آه، من خلال البيتيشن، الضغط المنظم، الضغط المنضبط على دولتنا المصرية علشان يتفاعلوا معنا. مهم. وبقرر ان كل واحد بيشوف البرنامج من خلال حضرتك عليه ان هو يملى البيتيشن ويشارك، على اساس نجمع مزيد من الاصوات، بحيث يكون لنا قدرة على التأثير على المجتمع بتاعنا في دولتنا. ده بمنتهى حقيقي. البساطة، كله يشارك فقط. طيب مستر عادل، آخر يوم للبيتيشن امتى؟ 17 جون. ايوه. هو اسبوعين، و يعني البيتيشن سهل جدا، هو الاسم والايميل والبروفنس والداتا بتوصل لنا وتوصل لي انا شخصيا، مهم. وكريدنشال، وهتتقدم بس لسعادة السفير. فأرجو إن ما يكونش في أي قلق في الموضوع ده. هو والموضوع سهل جدا، يعني ما بياخدش غير دقيقتين بس الملك. وارجو ان كل الناس اللي بيكلمونا واللي هم مش عارفين يعملوا ايه في السفر ومش متاكدين وزعلانين واللي قلقانين، ان كله يشترك ويملي دهيت عشان ناخد حل نلاقي لازم يكون في حل في الاخر، والامور ترجع زي ما كانت. طيب آخر سؤال لحضرتك مستر عادل، لأن كان من بعض التعليقات أعتقد حضرتك شفتها، من بعض الأشخاص، ناس بتقول لك برضو طب أنا مثلا دلوقتي أنا مصري وعندي باسبور منتهي، لازم يعمل شهادة جنسية صح؟ هي الرولز بتاعت اياتا بتقول ان انت لو اثبتت ان انت مصري مش محتاج فيزا، واحده منهم رقم قومي ساري او منتهي، الباسبور المصري ساري او منتهي، شهاده الميلاد المميكنه، او الوثيقه السيرتيفيكت اللي هي بتطلع من القنصليه والسفاره ان انت مصري. لكن بالنسبه لاولادنا مثلا، العائله اللي عندها اولاد صغيرين لو ما عندهمش اثبات ان هم مصريين، لازم يروحوا
وياخدوا فيزا من السفارة أو القنصلية. الفيزا مجانا، لكن برضو الإجراءات ده هي بتاخد وقت كلها، والناس بتكون عايزة تسافر وعندها قلق، وفي بيحصل تأخير، ففي قلق جامد. الفيزا مجانا لأولاد المصريين، لو هم أنا أثبت إن أنا مصرية، ولادي مصريين بس ياخدوا الفيزا مجانا. اه، ما لهمش، والولاد ما عندهمش اي اثبات ان هم مصريين، بياخدوا الفيزا مجانا. طبعا الكنديين اكتر ناس يعني متضررين مضطرين يعني. الموضوع ده، لان لازم يبعت الباسبور بتاعه الكندي للسفاره والقنصليه، او يروح بنفسه يقدموا. وبيكونوا هم قلقانين من الموضوع ده، او بيكونوا مثلا مسافرين قبليها فمش قادرين يقدموا ويسيبوا الباسبور بتاعهم، فدي برضو طبعا بتسبب صعبة. يعني. It's cost them a lot because عشان هم بيبعتوها على فيد it's not with post Canada يعني. صدقيني ما بيهمهمش الفلوس، وممكن يدفعوا ان هم يزوروا مصر، دي مش مشكله بالنسبه لهم. بس آه، بيخافوا على بس الباسبورت بتاعهم. عايزين تسهيلات ان هي ترجع زي ما كانت الاول، لما ينزلوا مطار القاهره ياخدوها، والفيز ممكن تكون 150 حتى في مطار القاهره، مش مشكله، Yeah. هتدفع. ميرسي ليكم وبجد، وميرسي لحضراتكم، وشكرا على المعلومات القيمة. وأتمنى من كل مصري بيشاهدنا النهاردة إن هو يشارك في إمضاء البيتيشن، لأن هي مهمة جدا لينا كمصريين، عشان نرتاح من الهدك اللي احنا جالنا آخر فترة بسبب حوار الفيزا وشهادة الجنسية. شكرا ليكم ويومكم سعيد. نسيان وراوي، متشكر جدا.